هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم مجددا في ساعة منتدى السبت. أنا أمل علي أحييكم في هذا المساء 5 مارس من عام 2016. نبدأ هذه الساعة وكالعادة بآخر تطورات الأخبار. بعد ذلك ينضم إلي في حوار المنتدى الأستاذ عبد الرحمن سيد، وهو ناشط سياسي ومحلل مستقل، حيث سنتحدث معه عن آخر تطورات المشهد السياسي الإريتري. وبعد ذلك نستمع إلى الزميل جمال عثمان همد في فقرته لهذا الأسبوع، وهي بعنوان إرضاء المجتمع الإريتري أم إرضاء المجتمع الدولي. تتخلل فقرات هذه الساعة منوعة غنائية أعدة. أتمنى أن تبقوا معي ومع فريق الإذاعة، وأهلا بكم. سامي بالطبات سعبندي السفل الله أرحو منا قبي سلام قليب الله تربي ملك الله كبتتي بيه ولا سفلان تبيه اللي سلينا وقرار معال سني بحر والشمال قرقص انت مناظر جمال أطمع سيكو فرصة سينما أيضا بحري بون وأخام بردا أنوار تيجو لبي أبردا مسابويا لدولت عدا لامبرو ترينو تيب كبدا لامبرو ترينو تيب كبدا بات العباي وبات العباي كثيرين شكل القوى حريري الرأس مدرة كامنينات شام يبتا إلى مدينات. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، الحراك المقاوم في الداخل يبعث برسالة تحذيرية إلى الفريق فيليبوس والدي يوهنس مرفقة ب10 صور ترصد نشاطه خلال يوم كامل. التجار وأصحاب المحال في أسمرة يفشلون اجتماعا لرمضان أولياي. بلدية أسمرة تمنع الأهالي من استخدام مياه الآبار. تدهور الوضع التعليمي في الإقليم الجنوبي. وزير إعلام النظام يماني جبر مسقل يؤكد على استمرار الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى. وبعد الحشود والتهديدات الإثيوبية، العصابة الحاكمة تطلق سراح المختطفين الإثيوبيين. تفاصيل النشرة. بعث الحراك المقاوم في الداخل يوم الأحد الماضي 29 من فبراير رسالة تحذيرية إلى الفريق فيليبوس والدي يوهنس قائد هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية مرفقة ب10 صور ترصد نشاطه خلال يوم كامل.
وأفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى من العاصمة أسمرة والتي تمكنت من رصد ردة فعله عقب استلامه للرسالة بأن الجنرال كان غاضبا جدا وانفجر في وجه حراسه وقادة وحدة الاستخبارات العسكرية، ولم يهدأ حتى بعث بالرسالة إلى الرئيس أفورقي في نفس اللحظة. وأضافت المصادر أنه يعيش في حالة هستيرية لا يحسد عليها، وبدا متوترا وقلقا طوال الأيام التالية. المعروف أن رفاق الجنرال فيليبوس من قادة الجيش يحملون له الكثير من الحقد والضغينة نتيجة لممارساته الإجرامية في حقهم وحق أبنائهم بعد تعيينه على رأس قوات الدفاع الإريترية. وتوضح الرسالة التحذيرية والصور المرفقة معها والتي بعثت إلى الفريق فيليبوس مدى ضعف أجهزة أمن النظام في الوقت الحالي، وتؤكد في نفس الوقت على حجم الاختراق الذي تعاني منه هذه الأجهزة، وكما أنها تعتبر مؤشرا واضحا على حجم الهوة بين الشعب الإريتري والعصابة الحاكمة في أسمرة، خاصة مقارنة بحجم الحراسة الأمنية المشددة التي ترافق الجنرال فيليبوس في كل تحركاته اليومية بين منزله ومكتبه. وفي خبر ذي صلة، تحدثت مصادرنا عن تزايد النشاط المنظم المعادي للنظام وأركانه بصورة ملفتة، حيث نجا قبل أيام أحد المحققين في أجهزة النظام الأمنية ويدعى إمباساجر من عملية إطلاق نار استهدفت اغتياله، واصطدم بعمود كهربائي بدراجته النارية وأصيب بجروح بليغة أقعدته عن عمله في معتقل عدي أبيتو الذي يمارس فيه جرائمه على المعتقلين. تعبيرا عن رفضها للسياسة الضريبية الجديدة والأتوات المتعددة الأسماء، خرجت جموع من المحتجين على اجتماع ترأسه حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي. وكان الاجتماع قد عقد بقاعة البلدية في 24 من فبراير الماضي بحضور ممثلي الوزارات الخدمية واستدعاء كل أصحاب المحال التجارية بهدف الدعوة إلى سداد المستحقات الضريبية وفواتير الكهرباء والمياه والحراسة الليلية ونقل النفايات والمساهمة في تغطية تكلفة الاحتفالات الرسمية. وأعلنت ممثلة وزارة السياحة عن إغلاق 280 من المحال الخدمية والمقاهي بسبب التأخر في سداد الضرائب لعام 2015، بينما أوضح ممثل وزارة المالية أن الضرائب حددت وفق تقديرات مصلحة الضرائب منعا لتلاعب أصحاب الرخص التجارية في كتابة الدخل الحقيقي لهم، وهدد بإغلاق المزيد من المحال. إلى ذلك تحدث عدد من الحضور عن عدم تقديم الحكومة لأي من الخدمات، وأنهم يحصلون على السلع الضرورية بطرقهم الخاصة، كما يوفرون الطاقة الكهربائية والغاز والمياه والحراسة الليلية ونقل النفايات بوسائلهم الخاصة. عليه إن كانت الحكومة تريد إغلاق المحال التجارية فعليها القيام بذلك فورا، لأن ليس هناك أي فرق لأصحاب المحلات هذه. وبعد احتدام الحوار، غادر عدد كبير من المواطنين قاعة الاجتماع ولم يكترثوا لدعوة حاكم الإقليم بالالتزام والجلوس حتى نهاية الاجتماع، مما أجبره على رفع الجلسة مهددا بفرض أقصى عقوبات ممكنة على أصحاب المحال التجارية والخدمية. منعت سلطات البلدية في أسمر المواطنين من استخدام مياه الآبار المنتشرة في أحياء أخرية مايتشهود، جودايف، قحوطة، باركوتو، أربعة تسمرة وعداقة عربي. وكانت تلك الآبار تحل للمواطنين جزءا من أزمة المياه المستفحلة في العاصمة وضواحيها. وجاء قرار المنع مستصحبا تهديدا شديد اللهجة لأصحاب تلك الآبار بإنزال أقصى العقوبات عليهم في حال استمرارهم في بيع المياه للمواطنين. ولم تكن الدوافع لإصدار هذا القرار المفاجئ ذات صلة بصلاحية مياه الآبار، بل هو عدم تمكن الحكومة من حصر كميات المياه المستخرجة من الآبار لفرض ضرائب على أصحابها. في اللقاء التقييمي لأداء وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي خلال عام 2015، أعلن مسؤول التعليم بالإقليم الأستاذ جرزجهير تولده عن تفاقم المشكلات التي تعيق العملية التعليمية، وقال أن هنالك مشكلات مزمنة تتمثل في النقص الحاد للمعلمين والكتاب المدرسي والمستلزمات الأخرى، ولكن في الموسم الدراسي 15-2016 زاد عليها عدم وجود الطلاب أيضا، حيث تدنت نسبة حضور الطلاب إلى أقل من 30% من مجمل الطلاب في مدارس الإقليم. جاء هذا التصريح الهام في لقاء تقييمي في قاعة سينما مندفرة يومي الثلاثاء والاثنين الماضيين، وبحضور قادة القطاع التعليمي بالإقليم الجنوبي وممثلين عن مجالس الآباء في مدارس الإقليم. خلافا لمراوغات نظام الطاغية السياسي الفرقي بشأن خدمة السخرة المسمى
بالخدمة الوطنية جاء وزير إعلامه ليكشف نوايا النظام الحقيقية في هذا الشأن. فقد أكد يماني جبر مسقل أن حكومته سوف تستمر في برنامج عسكرة الشباب إلى أجل غير مسمى. جدير بذكر أن هذا التصريح لوكالة رويترز جاء عقب تصريحات سابقة وتعهدات قدمها النظام القمعي لدول الاتحاد الأوروبي بمحاولة وضع حد زمني للخدمة العسكرية لا يتجاوز 18 شهرا. هذا وتشير الأنباء الواردة من إريتريا بأن الشباب والشابات يفرون من الجيش والخدمة العسكرية رغم زيادة الرواتب المعلن عنها، في دلالة واضحة بأن غياب الحريات هو جوهر ما يعاني منه الشعب الإريتري وليس الأوضاع الاقتصادية وحدها. ومن جهته ذكر وزير خارجية نظام الاستبداد عثمان صالح لوكالة رويترز للأنباء بأن حكومته سمحت لممثلي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة سجن سنبل. ومن المعروف أن نزلاء سجن سنبل هم من المحكوم عليهم في قضايا جنائية، وليس من بينهم سجين رأي سياسي أو معتقد ديني أو متهم بالهروب من الوطن الذي استباحته سلطة الاستبداد. واعتبرت لجنة تقصي الحقائق لحالة حقوق الإنسان في إريتريا مسألة فتح سجن سنبل بأنه دعاية إعلامية للعلاقات العامة فقط، ولا صلة له بملفات التهم الموجهة ضد النظام بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من سجن وتعذيب وقتل وخدمة وطنية طويلة الأمد. وقالت اللجنة أن النظام يجب عليه أن يسمح لها بالوقوف على الأوضاع بنفسها لأنها المعنية بذلك. تنقلت وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية أنباء عن إطلاق نظام أسمرة سراح 85 مختطفا إثيوبيا عقب الحشود العسكرية على الحدود والتهديدات الإثيوبية بشن الحرب ضده. وحسب وسائل الإعلام فإن العصابة الحاكمة في إريتريا أطلقت سراح المختطفين الإثيوبيين الذين عادوا إلى إثيوبيا عبر السودان. من جهتها ناشدت جيبوتي إريتريا بإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين المعتقلين لديها، حيث طلب سفيرها في دولة قطر السيد مؤمن حسن حكومة أسمر بضرورة الإفراج عن الأسرى الجيبوتيين والبالغ عددهم 17 أسيرا. جاء ذلك في حوار أجرته معه جريدة الوطن القطرية الصادرة في 28 من فبراير الماضي. وقال السفير الجيبوتي: لقد صبرنا طويلا. المواطن الجيبوتي ضاق ذرعا وهو ينتظر إطلاق سراحهم طوال مدة 5 سنوات دون أي بارقة أمل بشأن الإفراج عنهم. جدير بذكر أن السلطات الإريترية أسرت عددا من الجيبوتيين أثناء المعارك التي اندلعت على الحدود بين جيبوتي وإريتريا عام 2008، وأن قطر حاولت التوسط بين البلدين إلا أن وساطتها لم تجد الاهتمام والاستجابة من قبل رأس العصابة الحاكم في أسمرة. نهاية النشرة. أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ويرافقني الآن في هذه الجولة التحليلية الأستاذ عبد الرحمن سيد، وهو ناشط ومحلل سياسي مستقل، وهو متخصص بحكم دراسته في مجال العلاقات الدولية ونظام الحكم الفيدرالي وفض النزاعات، وهو معروف بحضوره القوي والمتميز في الساحتين المدنية والسياسية الإريترية. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن، وشكرا لحضورك معنا مجددا في صوت المنتدى. أهلا وسهلا بك أستاذ أمال، وأهلا ومرحبا بمستمعي صوت المنتدى. يا هلا بك. سنحاول اليوم يعني وفي هذه السانحة أن نقرأ يعني المشهد السياسي على مستوى إريتريا وعلى مستوى التفاعل الدولي معه، وسنبدأ بالأحداث الأخيرة التي شهدناها، ومن أهمها والتي تلفت النظر زيارة لجنة أممية لإريتريا. يعني هناك حراك دولي يحدث الآن، لجنة أممية تزور سجن سنبل لأول مرة في فبراير الماضي، تصريحات من وزير الخارجية يعني بأن إريتريا تتعاون وغير ذلك من الأحداث. هذه التحركات بالإضافة إلى وجود وفود دبلوماسية كما رأينا وفد من سويسرا أيضا في هذا الإطار، كيف نقرأها اليوم ضمن رؤيتنا العامة للحراك السياسي أو المشهد السياسي الإريتري أستاذ عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا تحركات ذكية من النظام
الهجدف في إريتريا. نعم. بدأت من خلال وفود إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مخاطبة الأوروبيين أو بالأحرى مغازلتهم. ويبدو الآن بدأت تأتي هذه التحركات ببعض النتائج للنظام، لكن لا ترقى إلى مستوى إخراجه من العزلة التي أوجد نفسه فيها. وذلك لأن مشكلة إريتريا ونظام الهجدف هي مشكلة داخلية وليست خارجية. نعم. وبالتالي حلها لا يمكن أن يكون مجدي إلا من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية ذاتية في داخل النظام وداخل إريتريا. أما غير ذلك فهو مجرد مسكنات مؤقتة قد تجعل النظام يحس أنه في مأمن من العزلة النهائية والأخيرة التي ستؤدي بالتأكيد إلى زواله. نعم. فبالتالي أعتقد هي مجرد مسكنات مؤقتة. نعم. ولن تستمر طويلا، لأنها كما قلت المشكلة هي داخلية ذاتية وليست خارجية. وزيارة وفود حتى لسجن سنبل لا تعطي أي صورة إيجابية للنظام، باعتبار أن سجن سنبل هو للمساجين الجرائم الجنائية والجرائم المدنية الطفيفة. أما المساجين السياسيين فهؤلاء ليسوا في سجن سنبل، بل هم منتشرون داخل إريتريا في مواقع مختلفة، واسمائهم معروفة للعالم الخارجي كما هي معروفة للعالم الداخلي اللي هو الإريتري. وبالتالي ما لم يتخذ النظام مثلا في هذا الصدد خطوات بالإفراج الفوري عن الأسرى السياسيين، فزيارة هذا الوفد أو ذاك إلى هذا الموقع أو ذاك لن يؤدي إلى تغيير صورة النظام السيئة في الخارج والداخل. نعم بالتأكيد. ولكن يعني هناك نوع كما يعني نرى أو نشاهد من خلال التحرك الدولي باتجاه إريتريا التي هي في عزلة، وخاصة بعد يعني العقوبات التي أنزلت على الحكومة الإريترية في عام 2009 بسبب تدخلها في قضايا يعني في الصومال ودعما لجماعة الشباب، والتي يقال أنها لم تثبت 100%. ولكن منذ ذلك هناك عزلة. اليوم وزير الخارجية يقول أن إريتريا مستعدة للعالم، والآن العالم أصبح مستعد لأن يتعامل مع إريتريا. عدم يعني الحديث عن ملفات السجناء السياسيين والنوع من المرونة التي يعني يريد المجتمع الدولي أو يحاول المجتمع الدولي أن يبديها تجاه النظام. هل هذا يعني أن هناك فرصة لهذا النظام أن يتجاوز ما كنت تتحدث عنه من إصلاحات داخلية ويخرج بالفعل من عزلته، وأن يعني يجد له حلفاء في المجتمع الدولي من جديد؟ كانت له فرص عديدة للنظام للخروج من هذه الأزمات التي أوجد نفسه فيها، لكن للأسف الشديد اتضح أن النظام بنيته غير قابلة للإصلاح. نعم. ولهذا السبب يعني يلف ويدور حول حلقات فارغة لا تؤدي إلى أي نتائج إيجابية له ولغيره. نعم. هذا جانب. بالنسبة لقضية إريتريا مع دول الجوار فلا زالت قائمة. مثلا قضية إريتريا وجيبوتي لم تحل بعد، وجيبوتي لا زالت تطالب حتى بأسر جيبوتيين من الجيش الجيبوتي الذين وقعوا أسرى تحت سيطرة الجيش الإريتري أو النظام الإريتري، والنظام لم يتعاطى مع هذه القضية. تدخلات قطر مثلا لإيجاد حل يعني آمن والسليم لهذه القضية أيضا لم حتى الآن لم نسمع بوصول إلى نتائج يعني ترضي الأطراف المتنازعة. قضية الصومال فعلا هو قد يكون
ابتعد عنا شيء ما، وقضية الصومال الآن تقريبا تدار من قبل نيروبي وأديس وغيرها من المواقع. فبالتالي أعتقد دور إريتريا قد يكون انحصر الآن. وحتى في السابق أعتقد القضية كانت أكثر من دعم إريتريا أو النظام الإريتري لمجموعة على حساب المجاميع الأخرى، كانت نوع من الحرب بالوكالة، بمعنى هناك كانت مجاميع مدعومة من قبل النظام الإثيوبي، وهو أيضا كان يتخذ من بعض المجاميع، النظام الإريتري يتخذ من بعض المجاميع كوكلاء له يعني إزعاج الأثيوبيين. فبالتالي الآن طبعا قوة النظام ليست كما كانت، هو ضعيف جدا، وأثيوبيا تلوح بضربه في أي لحظة ومعاقبته يعني. فبالتالي هو ليس حتى لو كان يريد أن يتدخل الآن لدعم هذه الفرقة أو تلك، لا يستطيع. أعتقد يده لم تصبح يعني قوية وطويلة لتصل إلى الصومال. ففي رأيي قضية الصومال قد تكون الآن بالنسبة للنظام قضية آمنة للادعاء أنه ليست له أي علاقة بأي مجموعة من المجاميع المتقاتلة في داخل الصومال. وهل هذا أستاذ عبد نعم، هل هذا سيساعد على يعني كما يتوقع النظام وكما يروج بأن ترفع العقوبات عنه قريبا؟ لا أعتقد، لأنه أولا قضية العقوبات، أثيوبيا لا زالت تتهم النظام بدعمه للإرهاب، ليس فقط في الصومال وإنما حتى في داخل أثيوبيا نفسها يعني. نعم. ولأثيوبيا كان أيضا دور كبير يعني في الضغط على حلفائها في الخارج وكذلك على الأمم المتحدة للوصول إلى قرارات من مجلس الأمن لمعاقبة النظام. غير ذلك أيضا النظام سمعته في الخارج ليست إيجابية، بمعنى لا يثق فيه. يعني في البداية كان ينظر إليه كمراهق يعني متمرد خرج حال للتو يعني من الجبال، وقد يحتاج إلى بعض الوقت لينضج كدولة وكنظام وهكذا. يعني كان ينظر إليه بهذه النظرة الدونية، ولكن فيما بعد أيضا اتضح لهم أن النظام بالفعل يعني لا يثق فيه ولا يمكن أن التعامل معه كدولة وكنظام يعني له شيء من الهيبة والاحترام الذي يليق بأي نظام سواء كان ديكتاتوري أو غير ديكتاتوري يعني. نعم، ولكن هنا دعني يعني أستوقفك هنا. يعني حاليا إذا ما أخذنا تغيرات الأوضاع يعني أو يعني الوضع الجيوسياسي في المنطقة، والنظام يتعامل بذكاء إلى حد ما مع هذه التغيرات، دخوله في الحلف مع السعودية، أيضا تعاونه مع دولة الإمارات والتسهيلات التي يقدمها عبر الموانئ، يعني إدراكه، وهذا ما قاله أيضا وزير الخارجية، لأهمية الموقع الاستراتيجي لإريتريا على البحر الأحمر، ويعني استغلال هذا للتأكيد على أهمية فك العزلة الدولية عنها. هذا ما يتضمنه دائما يعني خطاب أو توجيهات يعني من هم في النظام في أسمرة. هل هذا يغير أو يضع المجتمع الدولي في معادلة أخرى تغض النظر عن ماهية النظام؟ هل هو كان نظام مراهق سياسيا وإلى آخره، لكن الظروف الدولية تفرض على العالم أو على المنظومة الدولية أن تتعامل معه بشكل مختلف الآن؟ هناك بعض التعقيدات طبعا في هذا الجانب. النظام يحاول أن يستفيد منها، لكن لا أعتقد حتى السعوديون أو السعوديين ينظرون إليه كشريك على قدم المساواة. يعني حتى الآن حتى اسم إريتريا لا يذكر كثيرا في التحالف العربي الإسلامي، وحتى دعوة إريتريا أتت متأخرة يعني أو مؤخرا بعد ما أحس الجانب التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بأهمية موقع إريتريا بالنسبة لتحرير عدن من أو يعني انتزاعها من قبل من سيطرة الحوثيين. نعم. فمن هذا الباب تم استدعاء رأس النظام يعني، وهنا مؤشر مهم جدا للانتباه إليه يعني. تم استدعاءه وفي لحظات يعني قصيرة جدا في عقب عودته اتخذ النظام
يعني موقف معلن لصالح التحالف يعني. نعم. فبالتالي قضية علاقته وارتباطه بالتحالف هي مرهونة بمدى أهمية عدن بالنسبة للحرب الدائرة في اليمن، وفي الصراع اليمني نفسه، وكذلك في الصراع اليمني السعودي. لكن خارج هذا الإطار ليست له أي أهمية، وحتى في هذا الإطار أهميته تكاد تكون يعني أهمية زي ما يسمى بالإنجليزية marriage of convenience، يعني هي يعني زواج مصلحة مؤقتة، يعني زي لا أريد أن نسيء إلى بعض نعم. المذاهب فبالتالي لن نعطيه تعريف مذهبي، ولكن هو زواج مصلحة مؤقتة. يعني النظام بحاجة إلى وقود، إلى البترول، إلى شوية أموال، والدول المنطقة أيضا بحاجة إلى تسهيلات لوجستية، ولهذا السبب يعني انحصرت هذه العلاقة في هذا الإطار، يعني زواج مصلحة مؤقتة. نعم. هو يأخذ بموجبها بعض النقود والوقود، وهم يحصل على بعض التسهيلات وليس أكثر يعني. نعم. ولهذا السبب يعني حتى الآن على مستوى التحالف نفسه، على مستوى التعاطي العالمي مع هذه القضايا الإقليمية، موضوع إريتريا مهمش، يعني لا يذكر كثيرا، يعني هامشي. نعم. ليس مهمش، وإنما دور هامشي جدا، يعني هذا نعم. ما أستطيع أن أقوله في هذا الجانب. نعم، ولكن أيضا في هذا الموضوع هذا الشيء ألا يؤثر على يعني ملف قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات الكبيرة، ويعني التي كشفتها لجنة تقصي الحقائق، والتي ما زالت تصر على يعني العمل أكثر على كشف هذه الانتهاكات وتسجيلها لدرجة أنها تكون جرائم ضد الإنسانية. اليوم الموقف الأوروبي هل يؤثر على هذا الملف، وكيف يمكن أن نتعامل معه على مستوى العمل المعارض؟ بالنسبة لتأثيره لا أعتقد، لأنه هناك طبعا محاولات أوروبية ليست بجديدة، كانت قائمة وموجودة. أنا أذكر عندما كان لوي ميشيل مثلا المفوض الأوروبي للتعاون مع العالم الثالث، وكان يزور إريتريا بالاستمرار، وكان يحاول الادعاء بأن اتخاذ الموقف اللين تجاه إريتريا ومحاورة النظام الإريتري أفضل من معاقبته. يعني هذا كان الخط اللي كان يعني يتبعه، يعني قبل الكلام هذا قبل 6 7 8 سنوات يعني. ونحن كنا دائما نقول في حركة المجتمع المدني الإريترية أن هذا الخط جرب وفشل، يعني هذا النظام لا يفهم مثل هذه اللغة يعني أبدا، وبالتالي يجب العالم أن يتخذ خطوات أكثر يعني ضغطا عليه حتى يستمع إلى صوت العقل ويرحم الشعب الإريتري، يعني هذا جانب. نعم. الجانب الآخر الآن من يقف من الطرف الإريتري أمام هذا النظام ليست هي التنظيمات والأحزاب السياسية التقليدية أو بالمعروف بالمعنى التقليدي، نعم. وإنما هو كل الشعب الإريتري وحركة المجتمع الإريتري المتواجدة في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها من المناطق. نعم. هذه الحركات الآن أصبح لها الصوت واكتسبت خبرة، وتقريبا تعدت كل المعوقات التي كان يضعها النظام من خلال التشويه والتشهير والتهديد وغيرها من الأمور. الآن أصبحت هي في خط الهجوم وليس الدفاع. فبالتالي هذه الحركة لا زالت حية وقائمة ومتابعة، وتحاول أن تقوم بدور لوبي لإسماع صوت الشعب الإريتري في المحافل الدولية والإقليمية على مستوى الاتحاد الأوروبي وغيرها. هذا أيضا جانب مهم جدا وسيستمر لن يتوقف. نعم. بالنسبة لقضية التحقيقات الجارية الآن لإثبات، هو الثابت هو أن النظام بينتهك حقوق الإنسان في إريتريا، بدليل أن الآن نحو 4 إلى 5 آلاف إريتري يهاجرون هذه الدولة في الشهر، يعني شهريا. ولهذا السبب هذا دليل في حد ذاته. الأمر الثاني المعتقلات يعني كلها لا زالت مستمرة، يعني لم تنتهي يعني. فبالتالي أيضا في هذا الجانب لم يتخذ أي خطوات يعني. أمر الثالث السياسي نفسه اللي
هو رأس العصابة لا يؤمن بالديمقراطية، وقد صرح بهذا الحديث لأكثر من وسيلة إعلام أنه سيبقى حاكما لإريتريا إلى ما نهاية يعني. فكل هذه الأمور يعني تؤكد أن الأوروبيين وغير الأوروبيين يعني يعرفون أنهم يتعاملون مع نظام يعني لا يرقى إلى مستوى أن يثقوا فيه ويتعاملوا معه. طبعا هناك بعض المسائل حاليا نعم. عن الفوسفات والمعادن والبترول والأمور هذه الآن، والنظام يحاول استغلالها من خلال هذه الشركات التي تحاول الاستفادة أيضا، باعتبار أنه عندما يكون هناك يعني غياب لمؤسسات الدولة ورقابة ومحاسبة والأمور هذه، بالتأكيد بعض الشركات قد ترى في نفسها أن هذه فرص مواتية لها للربح السريع يعني بالتأكيد. والربح الكبير أحيانا. نعم. ولا يهمها مصلحة الشعب الإريتري وأموال الشعب الإريتري وثروات الشعب الإريتري. لكن أيضا حتى هذه ليست هي يعني ببعيدة عن يعني ضغوطات المجتمع المدني الإريتري والأوروبي. واليوم لعلك تكون تابعت يعني في الصحف البريطانية وغيرها من الصحف المحترمة، نعم. بدأت يعني حتى تشير إلى محاولات النظام لإسكات أصوات الأحرار مثلا في أوروبا، الذي بدأ مثلا بمقاضاة البروفيسورة ميريام فان رايسن، وهناك أيضا أكثر من 5 قضية قائمة الآن. نعم. واكتشفت الصحافة الأوروبية بأن هذه كل القضايا يعني هي لإسكات الأصوات ليس أكثر يعني، وليست هي قضايا يعني محقة تستحق مثلا نوع من الاحترام والتقدير يعني. نعم بالتأكيد. نعم. لهذا السبب حتى تعاطي العالم مع ما يحاول أن يفعله النظام يعني بدأ كان يختلف. نعم. 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 دعني أيضا يعني في التحركات أو في محاولات النظام الأخيرة، هناك كانت ضغوطات كبيرة عليه وخاصة من الاتحاد الأوروبي، خصوصا من خلال الدعم المشروط لتمويل مشاريع تنموية في البلاد. كان النظام يروج إلى أنه سيعمل على تخفيض الفترة الزمنية للخدمة الوطنية. الأسبوع الماضي كانت هناك تصريحات حتى من وزير الإعلام يماني جبر مسقل أن يعني إذا البلد في حالة طوارئ لن يعني يقوموا بتسريح يعني العسكريين أو من هم في الخدمة الوطنية، والآن يعتبرون قوات الدفاع الإريترية أساسا هي التشكيلة الأساسية، وهناك ترويج لزيادة المرتبات وما إلى ذلك، يتزامن مع الحشد الذي يقوم به الجانبان الإريتري والإثيوبي والتوتر في العلاقات بينهما. دعنا نتحدث عن هذا الحدث وهذا الحراك وإعادة إريتريا نحو كذا و80 شخص إثيوبي إلى إثيوبيا. نتحدث عن هذا الحدث اليوم. نعم. بالنسبة للشق الأول من السؤال طبعا كان واضح، لأنه النظام إذا حاول حصر التجنيد الإجباري إلى السنة ونص اللي هو 18 شهر معناها، هذا سيعني أنه عدد كبير من الشباب المدرب والشباب الواعي سيكون متواجد في المدن، وعندما لا يجد هذا الشباب يعني وسيلة للعيش الكريم من فرص عمل وتعليم وغيرها، سيطالب بحقوقه. والشباب طبعا هم وقود الثورة يعني دائما، والنظام يدرك هذه الحقيقة يعني، فيفضل إما أن يبقوا تحت سيطرته في معسكرات الاستعباد التي هو يسميها معسكرات التجنيد، وإما أن يهجروا من البلاد، يطردوا ويخرجوا ويكونوا خارج البلاد يعني. لهذا السبب هو لا يستطيع الآن يعني إيقاف هذه السياسة في المدى المنظور، لا أعتقد، لأنه هذه ستكون مرتبطة ببقائه في السلطة وعدم بقائه، وبالتالي هو يفضل أن يستمر في هذا الجانب إلى ما لا نهاية. الأمر الثاني طبعا الحشود بين أريتريا وإثيوبيا، هذا طبعا للأسف الشديد دائما بيكون لصالحه، لأن التبريرات التي يحاول هو تسويقها هي دائما أنه مهدد من قبل إثيوبيا، فأي تهديد إثيوبي يعطيه دليل قاطع بأن السياسة التي يحاول اتباعها هي دفاعية وليست يعني رغبة منه لإبقاء الشباب تحت التجنيد الإجباري لفترات غير محدودة.
بالنسبة لعملية الاختطاف وما اختطاف، بطبيعة الحال النظام حاول أن يتكتم حولها، ولكن فيما بعد عندما رأى التهديدات الأثيوبية هي قد تكون جادة وقد تكون خطوات فعلية لاتخاذ خطوات عسكرية على الأرض، حاول إيصالهم عبر السودان إلى إعادتهم إلى بلادهم. وهناك الآن تصريحات حديثة من هؤلاء الذين عادوا إلى بلادهم أنهم كانوا يعاملون معاملة سيئة في السجون الإريترية. نعم. لماذا يعني أقدم النظام على هذه الخطوة إن كان هو خلفها؟ قد تكون هم طبعا الذي قيل حول الأسرى أنهم كانوا في البحث عن المعادن وهكذا يعني. نعم. ولم يكونوا عسكريين أو سياسيين. لكن أيضا كنا نعرف منذ فترة أن المجندين التمهيد أو المعارضة اثيوبيا التجراوية في إريتريا جل يعني من أفرادها كان من المختطفين، يعني من الرعاة وغيرهم من بلدانهم ومن قراهم الحدودية. فلهذا السبب قد يكون حاول أن يضخ بعض يعني القوى البشرية ببعض التنظيمات لجعلهم ممكن يعني كرت مساومة له، لكن إن كان فعل لهذا السبب بالتأكيد انكشف أمره واضطر أن يعيد الناس إلى بلادهم عبر السودان. نعم. عدا ذلك أعتقد الجانب الإثيوبي قد يحاول استغلال هذه القضية هو أيضا إسكات بعد التذمر القائم الآن داخل إثيوبيا. نعم. لإسكات هذا الشيء وللفت انتباه الناس الرأي العام الإثيوبي إلى أن هنالك مخاطر من الشمال وقد تندلع الحرب، وبالتالي طبعا في حالة الحرب يعني تسكت أو تخفض أصوات المعارضة السياسية ويكون الصوت الأعلى للبندقية. الأمر الثالث أيضا إثيوبيا منزعجة طبعا من تواجد يعني العربي في منطقة البحر الأحمر الغربية الشواطئ الإريترية، وكانت لهم بعض التصريحات أيضا يعني كانت تلوح بأن كان عليهم أن يتشاوروا مع النظام الإثيوبي قبل استغلال أي موانئ إريتريا أو يعني شواطئ إريتريا. نعم. وكان أيضا تهديد مماثل من بعض المسؤولين الإثيوبيين أن أي دعم لهذا النظام إذا اتضح أنه سيهدد أمن إثيوبيا فإنهم يعني سيحملون هذه القوى العربية مسؤولية ما قد تنتج عنه مثل هذه السياسات يعني. نعم. فيبدو لي أيضا هذا قد يكون جزء أيضا من المناورة، باعتبار أن لإثيوبيا الآن اليد طولة وهي تستطيع أن تتحرك عسكريا حتى لإزالة أو إسقاط حليف العرب الحديث يعني. بالتأكيد. فيبدو لي هي يعني سياسة إثيوبية لها أكثر من بعد يعني حسب ما ذكرت. بالتأكيد. هنا يعني أستاذ عبد الرحمن، وبحكم عملك في العمل المدني بشكل خاص وفي مجال يعني التوعية بالحقوق وغيره، في ظل هكذا وضع في الداخل الإريتري دائما خلق الأزمات و يعني توتير الوضع، بالإضافة للأزمات اللي هي أصلا موجودة، يعني أزمة المواطن في المعيشة اليومية في حياته، وخاصة بعد تغيير العملة وكل يعني انعكاسات سياسات النظام الاقتصادية على مستوى المعيشي للمواطن العادي. واليوم هذا التوتر الذي يحدث، كيف يمكن أن يعني نساعد أو ندعم في العمل المعارض على إيضاح الصورة؟ نحن نكشف دائما ممارسة النظام في المعارضة بشكل دائم ومستمر، ولكن النظام أيضا له لوبيات تعمل على تشويش يعني الوضع الداخلي بمعلومات غير صحيحة. كيف يمكن أن ندعم أكثر عملية يعني تصفية الحقائق للمواطن في الداخل؟ نعم، أعتقد الحقائق هي الأهم
في هذا الصراع، لأنه النظام بيحاول إخفاء الحقيقة ونحن نحاول إظهار الحقيقة. نعم. وإظهار الحقيقة طبعا يتطلب العمل الجاد والجهد الجاد، كذلك الدراسات والتحليلات الموضوعية. يعني لسنا نحن بصدد يعني إظهار صوت قوة معينة على حساب أخرى، وإنما يعني إظهار الحقيقة هي الأولوية. الجانب الاقتصادي الآن جانب مهم جدا، يعني ممكن إجراء دراسات حوله وتأثيراته وانعكاساته على المواطن. هناك الآن طبعا شبه يعني سطو حصل على أموال الشعب الإريتري من خلال ما سمي بتغيير العملة والأمور هذه، ولكن اتضح أن هذه السياسة كانت يعني تجويع الشعب الإريتري وسرقة أمواله، ولم تأتي الآن حتى الآن أي عملة حديثة. نعم. بل ما ظهر الآن هو يعني تحديد حتى مستوى أو كمان يعني كمية الأموال التي يستطيع الشعب الإريتري أن يستعيدها لأغراضه الشخصية أو المؤسساتية أو غيرها من مناسباته. يعني حتى مناسبات الاحتفال الزواج اليوم يجب أن تقدم عريضة إلى البنك تسعيرات يعني مفصلة، يعني سواء كان الكوفير والسعر القاعة والتورتة وكل الأمور هذه تدخل فيها يعني. فهذا طبعا شيء يعني شاذ جدا، يعني لم يحصل قمة الانتهاك. نعم. قمة الانتهاك يعني. نعم. لم يعني شيء غريب. لكن نحن الآن لدينا الوثائق، هذه الوثائق ظهرت طبعا وموجودة ومتداولة. هناك أيضا وثائق أخرى الآن تنشر في الفيسبوك وفي غيرها من المواقع. بالتالي نحن الآن نحتاج إلى عمل منظم مؤسساتي، عمل يرتكز على المعلومة الحقيقية الصحيحة، وكذلك التحليل المبني على دراسات دقيقة لهذه المعلومات الحقيقية. والإعلام أيضا المتزن الذي يعبر عنه الآن صوت المنتدى، ومن خلالكم هذا الإعلام أيضا له يعني صدى قوي في إظهار هذه الحقائق. يعني ليست بالضرورة أن تكون هذه الحقائق لأجل تغيير أو تشويه صورة هذا النظام أو ذاك، وإنما بس فقط لإظهارها كما هي يعني. نعم. بدون أي إضافات. يعني أعتقد نحن الآن في خطوات الإعلام المفتوح والحر من خلال الإذاعات وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، المعلومة الآن تصل بأسرع وقت، وهناك تواصل كثير وكثيف موجود، ووثائق الآن بدأت أصبحت تصل إلى أيدي من يعنيهم الأمر أو ما يجري في إريتريا. نعم بالتأكيد. إذن يعني هناك الكثير من الأمل في العمل المقاوم. يعني أنا شخصيا أراه كذلك بحكم أن الشعب الإريتري كله اليوم في معسكر المعارضة، وإن كان يحتاج بعض الوقت من هو في الداخل لإظهار هذا العمل المعارض أو المقاوم بشكل عملي في ظل نظام قمعي يعني تعسفي ودموي إلى حد كبير. يعني أشكر لك مساهمتك معي اليوم، وإذا كان لديك هناك إضافة أكثر تفضل. أنا أيضا أشكر أستاذة أمال وصوت المنتدى ومستمعي صوت المنتدى الكرام، وكل ما نتمناه وإن شاء الله أن يخرج الشعب الإريتري من محنته هذه في أسرع وقت ويستفيد من طاقاته وثرواته وثقافته التي عرفت عبر التاريخ أنها هي ثقافة السلام الذاتي والسلام مع الخارج. نعم. هذا ما نتمناه، أن يزول الكابوس القائم حاليا المتمثل في إصابة الهكدف في أسرع وقت، وأن يستعيد الشعب الإريتري زمام أمره وإدارة دولة إريتريا الحرة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن السيد، كنت معي اليوم في صوت المنتدى. شكرا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم أينما كنتم. هذا جمال همد يحييكم ويقدم لكم هذا التعليق، وهو بعنوان: إرضاء الشعب الإريتري أم إرضاء المجتمع الدولي؟ يبدو أن تجاهل النظام الإريتري للمجتمع الدولي واحترام القواعد المرعية بين الدول والتي أسس عليها السياسة الخارجية أصبحت مكلفة وغير ذي جدوى. لذا يتجه النظام لخوض غمار سياسات جديدة في محاولة لإرضاء دول الغرب أولا وأخيرا، طلبا للدعم السياسي والتقني والفني ودرءا للخطر الإثيوبي المحتمل في كل الأوقات حسب رأيه. فعلى استحياء وبوجل شديد تخطو أسمرة الخطوة الأولى والغير مكتملة لإرضاء الرأي العام العالمي. الخطوة المتعجلة والمرتبكة تترافق بحملة تنظيف واسع على الوجه الحكومي والحزب الإريتري في كل وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي. إريتريا سياسة أفورقي التي تعاني من شح الأموال وانهيار الاقتصاد وندرة المياه والغذاء والدواء، بجانب الوقود والكهرباء والسمعة الطيبة للبعيد وللجار القريب، بالإضافة لآلاف اللاجئين عبر السودان وإثيوبيا، ليأتي عدد اللاجئين الإريتريين في المرتبة رقم 2 عالميا بعد اللاجئين السوريين حسب كل التقارير الدولية. إريتريا نظام العصبة الدموية سمحت أخيرا بزيارة فريق دولي لسجن سمبل العمومي. والسجن كما هو معروف يأوي المحكومين في جرائم جنائية ومدنية لا علاقة لها بالسياسة، كما يتواجد فيه عدد كبير من مجندي الخدمة العسكرية الإجبارية. تأتي هذه الخطوة المكشوفة مترافقة مع دفع بعض الساسة في أوروبا لعدم إغلاق الباب أمام أسمرة لأنهم يعتقدون أن ذلك يساعد في محاربة الإرهاب في المنطقة وتجفيف منابع اللجوء الإريتري. كذلك يتزامن الأمر مع الاكتشافات الأخيرة للغاز والنفط في عدد من المواقع الإريترية، مما سيدفع بالشركات المنقبة الغربية خاصة، والتي سال لعابها لكي تساعد أسمرة في تبييض وجهها القبيح. أسمرة الرسمية كانت تعتقد أن علاقتها ذات الطبيعة الأمنية ببعض دول الجوار تكفيها لتستمر في الحياة. تكتشف الآن أن استمرار تلك السياسة ليس كافيا لمدها بأسباب الحياة، لذا قررت أن تجرب أسلوب آخر، فهل سيكون ذلك مجديا؟ الإجابة ليست معقدة إلى حد كبير، فالنظام القائم في أسمرة لا يستطيع ذلك لأسباب عدة، منها أن إطلاق الحريات العامة وسلوك الطريق الرشيد نحو الديمقراطية وحكم القانون يتناقض كليا ووجود العصبة برمتها، لأن ذلك يعني المحاسبة وفتح ملفات قضائية وحل أجهزة أمنية ومراقبة برلمانية وإعلام حر وانتخابات إلى آخره، وهذا لا قبل للنظام به، فهو لا يستطيع أن يعيش يوما واحدا في جو صحي بعيد عن القمع والحجر والقتل. لذلك فهو يمارس أي النظام السياسي في إريتريا يمارس سياسته القديمة، ولكن بشكل جديد وبتعديلات ربما تحسن صورته. فنظرا للأهمية المتعاظمة لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحولت لدى شعوبنا ساحة للتواصل السياسي والاجتماعي معا، فقد وضع خطط للوصول للناس من خلال الفيسبوك وتويتر وانستغرام والواتساب إلى آخره، وذلك بضخ أكبر عدد ممكن من المعلومات المغلوطة والصور الفوتوغرافية الجميلة والأحاديث المبهمة إلى آخره، وكذلك اختراق المجموعات والصفحات ونشر الأخبار التي تخدم أغراضه، وطرح العناوين المثيرة للجدل والإشاعات والروايات والأكاذيب التي تزيد آوار الخلافات بين قوى التغيير السياسي في إريتريا لإشعال الساحة بالانقسامات والاصطفافات. وقد بثت إذاعة المنتدى تقريرا إخباريا مطولا حول ذلك في الأسبوع الماضي، يمكن الرجوع إليه لمزيد من المعلومات. النظام الإريتري الذي درس بعض تجارب الدول الدكتاتورية البائدة دون أن يستخلص العبر سوف يستمر في محاولات التضليل والترهيب والترغيب ودار الرماد في العيون، وهذا يعني إن على المعارضة وكل قوى التغيير
السياسي في إريتريا وأصدقاء إريتريا أن يضاعفوا من جهودهم لفتح الأصبع المفضوحة أصلا، وذلك واحد على المعارضة الإريترية التحالف والمجلس وغيرهما من الفصائل والأحزاب أن يغادروا محطة الخلافات إلى رحاب ساحة التعاون والتعاضد. 2. تبني سياسات إعلامية تتناسب والاستحقاقات الجديدة والقيام بحملات استنفار ودعم في أواسط البرلمانات والأحزاب الأوروبية والأسترالية والأمريكية والكندية من أجل تحريك جيد لملفات الحريات واللجوء والفقر في إريتريا. 3. تقديم مزيد من الأدلة والبراهين للجنة الدولية لتقصي الحقائق في إريتريا. 3. التشبيك بين المنظمات المدنية والحقوقية وخلق المظلات الواسعة والمنتشرة عالميا لمزيد من استقطاب الدعم والمناصرة لحقوق شعبنا. 5. البحث عن سبل سريعة وناجعة للتعاون بين المواقع الإخبارية الإريترية المعارضة. تحية لكم وأسعد الله كل أوقاتكم. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، الحراك المقاوم في الداخل يبعث برسالة تحذيرية إلى الفريق فيليبوس والدي يوهنس مرفقة ب10 صور ترصد نشاطه خلال يوم كامل. التجار وأصحاب المحال في أسمرة يفشلون اجتماعا لرمضان أولياي. بلدية أسمرة تمنع الأهالي من استخدام مياه الآبار. تدهور الوضع التعليمي في الإقليم الجنوبي. وزير إعلام النظام يماني جبر مسقل يؤكد على استمرار الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى. وبعد الحشود والتهديدات الإثيوبية، العصابة الحاكمة تطلق سراح المختطفين الإثيوبيين. تفاصيل النشرة. بعث الحراك المقاوم في الداخل يوم الأحد الماضي 29 من فبراير رسالة تحذيرية إلى الفريق فيليبوس والدي يوهنس قائد هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية مرفقة ب10 صور ترصد نشاطه خلال يوم كامل. وأفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى من العاصمة أسمرة والتي تمكنت من رصد ردة فعله عقب استلامه للرسالة بأن الجنرال كان غاضبا جدا وانفجر في وجه حراسه وقادة وحدة الاستخبارات العسكرية، ولم يهدأ حتى بعث بالرسالة إلى الرئيس أفورقي في نفس اللحظة. وأضافت المصادر أنه يعيش في حالة هستيرية لا يحسد عليها وبدا متوترا وقلقا طوال الأيام التالية. المعروف أن رفاق الجنرال فيليبوس من قادة الجيش يحملون له الكثير من الحقد والضغينة نتيجة لممارساته الإجرامية في حقهم وحق أبنائهم بعد تعيينه على رأس قوات الدفاع الإريترية. وتوضح الرسالة التحذيرية والصور المرفقة معها والتي بعثت إلى الفريق فيليبوس مدى ضعف أجهزة أمن النظام في الوقت الحالي، وتؤكد في نفس الوقت على حجم الاختراق الذي تعاني منه هذه الأجهزة، وكما أنها تعتبر مؤشرا واضحا على حجم الهوة بين الشعب الإريتري والعصابة الحاكمة في أسمرة، خاصة مقارنة بحجم الحراسة الأمنية المشددة التي ترافق الجنرال فيليبوس في كل تحركاته اليومية بين منزله ومكتبه. وفي خبر ذي صلة، تحدثت مصادرنا عن تزايد النشاط المنظم المعادي للنظام وأركانه بصورة ملفتة، حيث نجا قبل أيام أحد المحققين في أجهزة النظام الأمنية ويدعى إمباساجر من عملية إطلاق نار استهدفت اغتياله، واصطدم بعمود كهربائي بدراجته النارية وأصيب بجروح بليغة أقعدته عن عمله في معتقل عدي أبيتو الذي يمارس فيه جرائمه على المعتقلين. تعبيرا عن رفضها للسياسة الضريبية الجديدة والأتوات المتعددة الأسماء، خرجت جموع من المحتجين على اجتماع ترأسه حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي. وكان الاجتماع قد عقد بقاعة البلدية في 24 من فبراير الماضي بحضور ممثلي الوزارات الخدمية واستدعاء كل أصحاب المحال التجارية بهدف الدعوة إلى سداد المستحقات الضريبية وفواتير الكهرباء والمياه والحراسة الليلية ونقل النفايات والمساهمة
في تغطية تكلفة الاحتفالات الرسمية. وأعلنت ممثلة وزارة السياحة عن إغلاق 280 من المحال الخدمية والمقاهي بسبب التأخر في سداد الضرائب لعام 2015، بينما أوضح ممثل وزارة المالية أن الضرائب حددت وفق تقديرات مصلحة الضرائب منعا لتلاعب أصحاب الرخص التجارية في كتابة الدخل الحقيقي لهم، وهدد بإغلاق المزيد من المحال. إلى ذلك تحدث عدد من الحضور عن عدم تقديم الحكومة لأي من الخدمات، وأنهم يحصلون على السلع الضرورية بطرقهم الخاصة، كما يوفرون الطاقة الكهربائية والغاز والمياه والحراسة الليلية ونقل النفايات بوسائلهم الخاصة. عليه إن كانت الحكومة تريد إغلاق المحال التجارية فعليها القيام بذلك فورا، لأن ليس هناك أي فرق لأصحاب المحلات هذه. وبعد احتدام الحوار غادر عدد كبير من المواطنين قاعة الاجتماع، ولم يكترثوا لدعوة حاكم الإقليم بالالتزام والجلوس حتى نهاية الاجتماع، مما أجبره على رفع الجلسة مهددا بفرض أقصى عقوبات ممكنة على أصحاب المحال التجارية والخدمية. منعت سلطات البلدية في أسمر المواطنين من استخدام مياه الآبار المنتشرة في أحياء أخرية مايجهود، جودايف، قحوطة، باركوتو، أربعة أسمرة وعداقة عربي. وكانت تلك الآبار تحل للمواطنين جزءا من أزمة المياه المستفحلة في العاصمة وضواحيها. وجاء قرار المنع مستصحبا تهديدا شديد اللهجة لأصحاب تلك الآبار بإنزال أقصى العقوبات عليهم في حال استمرارهم في بيع المياه للمواطنين. ولم تكن الدوافع لإصدار هذا القرار المفاجئ ذات صلة بصلاحية مياه الآبار، بل هو عدم تمكن الحكومة من حصر كميات المياه المستخرجة من الآبار لفرض ضرائب على أصحابها. في اللقاء التقييمي لأداء وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي خلال عام 2015، أعلن مسؤول التعليم بالإقليم الأستاذ جهيرتا والده عن تفاقم المشكلات التي تعيق العملية التعليمية، وقال أن هنالك مشكلات مزمنة تتمثل في النقص الحاد للمعلمين والكتاب المدرسي والمستلزمات الأخرى، ولكن في الموسم الدراسي 15-2016 زاد عليها عدم وجود الطلاب أيضا، حيث تدنت نسبة حضور الطلاب إلى أقل من 30% من مجمل الطلاب في مدارس الإقليم. جاء هذا التصريح الهام في لقاء تقييمي في قاعة سينما مندفرة يومي الثلاثاء والاثنين الماضيين، وبحضور قادة القطاع التعليمي بالإقليم الجنوبي وممثلين عن مجالس الآباء في مدارس الإقليم. خلافا لمراوغة نظام الطاغية سياسة فرقي بشأن خدمة السخرة المسمى بالخدمة الوطنية، جاء وزير إعلامه ليكشف نوايا النظام الحقيقية في هذا الشأن. فقد أكد يماني جبر مسقل أن حكومته سوف تستمر في برنامج عسكرة الشباب إلى أجل غير مسمى. جدير بذكر أن هذا التصريح لوكالة رويترز جاء عقب تصريحات سابقة وتعهدات قدمها النظام القمعي لدول الاتحاد الأوروبي بمحاولة وضع حد زمني للخدمة العسكرية لا يتجاوز 18 شهرا. هذا وتشير الأنباء الواردة من إريتريا بأن الشباب والشابات يفرون من الجيش والخدمة العسكرية رغم زيادة الرواتب المعلن عنها، في دلالة واضحة بأن غياب الحريات هو جوهر ما يعاني منه الشعب الإريتري وليس الأوضاع الاقتصادية وحدها. ومن جهته ذكر وزير خارجية نظام الاستبداد عثمان صالح لوكالة رويترز للأنباء بأن حكومته سمحت لممثلي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة سجن سمبل. ومن المعروف أن نزلاء سجن سمبل هم من المحكوم عليهم في قضايا جنائية، وليس من بينهم سجين رأي سياسي أو معتقد ديني أو متهم بالهروب من الوطن الذي استباحته سلطة الاستبداد. واعتبرت لجنة تقصي الحقائق لحالة حقوق الإنسان في إريتريا مسألة فتح سجن سمبل بأنه دعاية إعلامية للعلاقات العامة فقط، ولا صلة له بملفات التهم الموجهة ضد النظام بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من سجن وتعذيب وقتل وخدمة وطنية طويلة الأمد. وقالت اللجنة أن النظام يجب عليه أن يسمح لها بالوقوف على الأوضاع بنفسها لأنها المعنية بذلك. تنقلت وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية أنباء عن إطلاق نظام الأسمرة سراح 85 مختطفا إثيوبيا عقب الحشود العسكرية على الحدود والتهديدات الإثيوبية بشن الحرب ضده. وحسب وسائل الإعلام فإن العصابة الحاكمة في إريتريا أطلقت سراح المختطفين الإثيوبيين الذين عادوا إلى إثيوبيا عبر السودان. من جهتها نشدت جيبوتي إريتريا بإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين المعتقلين لديها.
حيث طالب سفيرها في دولة قطر السيد مؤمن حسن حكومة أسمر بضرورة الإفراج عن الأسرى الجيبوتيين والبالغ عددهم 17 أسيرا. جاء ذلك في حوار أجرته معه جريدة الوطن القطرية الصادرة في 28 من فبراير الماضي. وقال السفير الجيبوتي: لقد صبرنا طويلا. المواطن الجيبوتي ضاق ذرعا وهو ينتظر إطلاق سراحهم طوال مدة 5 سنوات دون أي بارقة أمل بشأن الإفراج عنهم. جدير بذكر أن السلطات الإريترية أسرت عددا من الجيبوتيين أثناء المعارك التي اندلعت على الحدود بين جيبوتي وإريتريا عام 2008، وأن قطر حاولت التوسط بين البلدين إلا أن وساطتها لم تجد الاهتمام والاستجابة من قبل رأس العصابة الحاكم في أسمرة. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة من صوت المنتدى. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. ابقوا على خير. لكم تحياتي وتحيات فريق الإذاعة، وإلى اللقاء.